بيتكلم كان حاسس ان هو برشلونه اللي بتلعب. يا جماعه لو انتوا متضايقين ان الزمالك بيكسب خلاص ما تطلعوش الحلقه دي النهارده. مين اللي قالك بقى ان انا زعلان؟ احمد انت مش شايف وشك. مين اللي قالك ان انا زعلان؟ انا كنت بقلب في التلفزيون لقيت حد زعلان قوي، ببص عليك كده زعلان موت، والراجل اللي قبل الراجل اللي كان بيتكلم دلوقتي انت الزمالك عاجبك؟ ده الزمالك كان وحش، الزمالك كان مش عارف ايه، بتتكلموا في احمد سمير. احمد سمير يعني معلش مع احترامي للكابتن احمد سمير، هو الزمالك يقف على اللعيب؟ لا طبعا. صح كده؟ احمد سمير يلعب، احمد سمير ما يلعبش براحته. طب اقول لك على حاجه بقى يا حماده. قول يا حماده. انا زعلان اساسا، زعلان من ان احمد سمير بعد ما الزمالك بياخد 3 بونت والنهارده بيكسب 5 ماتشات ورا بعض وكاسب جازيلي 7، بيتكلم النهارده يعني انت النهارده كسبان، بتتكلم ليه في الحاجات الصغيره دي وليه بعد الماتش؟ يا كابتن احمد انت النهارده ده الموضوع، يعني النهارده بدل ما تحللوا الماتش النهارده تشوفوا الزمالك ايه كان حلو او وحش. طب ما احنا بنتكلم اهو كل حاجه وانت عمال تكلم الراجل، انت متضايق قوي ان الراجل بيقول ان الزمالك حلو. مين اللي قالك ان انا متضايق؟ انا شايفك، انا بتفرج على التلفزيون وشايفك. يمكن انت شفتني كده بس هي الحقيقه مش كده على فكره. جايز تكون مش والله انا بص انا بتابعك طبعا وبحب البرنامج كل حاجه وكابتن احمد شوبير وكل يعني بقدر كل الناس يا سيد الفاضل. انا بحس يعني يا جماعه لو انتم متضايقين النهارده ان الزمالك كسب او فاهم ما تطلعوش النهارده. طب انا ممكن اقول لك حاجه وتصدقني؟ اقسم بالله الزمالك كسب جازيلي كنت في منتهى السعاده. اكيد عشان ده مصر، اكيد مش الزمالك بس. وانا لما واقسم لك بالله الزمالك كسب جازيلي كنت سعيد، الاهلي كسب ليوبار كنت سعيد جدا. طبيعي. الاسماعيلي عايز اقول لك لو بايدي اروح وحياه ربنا البس تيشيرت الاسماعيلي واروح اشجع الاسماعيلي وماتش شباب بلوزداد. يا ريت والله. بص يا حماده، انا هقربك مني سنه كده صغيره خالص بحكم ان انت بتكلم تقول لي يا حماده وانا بقول لك يا حماده، فاحنا صحاب، وبعدين انت من بلد الحبايب اسكندريه، فانت ليك عندي معزه خاصه يعني من غير ما اعرفك يعني. طبعا الحبايب يعني اللي في البيت. المهم يعني هو انا عايش بس في اسكندريه. طب ماشي اوكي. المهم يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان في شغلانتنا دي ممكن واحنا صغيرين ممكن نكون بنميل لبعض اكيد طبيعي حق. وانا ما لعبتش كوره عشان اتصنف. حلو الكلام؟ تمام. فانت ما تعرفش اللي جوايا. صح مظبوط. انا الحتت اللي بتكلم فيها الناس بتتكلم فيها، وممكن اقول لك دلوقتي شويه تعليقات. تسمح لي ان انا اقول لك تعليق مثلا صغير خالص؟ اتفضل. مش معناه ان انا معاهم، خلي بالك. تمام. بس احنا بنتكلم في نقاط فنيه. واحد يقول لك ايه؟ مجموعه الزمالك سهله جدا، ما فيهاش ولا فرقه جامده، وهتشوف الفرق اللي لما الزمالك تلعب لما تلعب الزمالك، الاهلي لما يلعب الزمالك ويلاعب الفرق القويه في افريقيا، ساعتها بقى تعرفوا ان الزمالك فريق مش قوي مثلا. ده تعليق بيتقال. جميل ماشي اوكي. احنا في برنامجنا يا حماده بنقول كل حاجه. تمام. اقول لك على حاجه، الزمالك 10 على 10 بس في نقاط فنيه لابد ان احنا نتكلم فيها. مظبوط. مش المكسب دايما بيغطي على كل حاجه. بس يا كابتن احمد اشوفك طالع متضايق وزعلان يا ابني ابدا. لا والله ابدا ما تطلعوش والله يا جماعه. حاضر اوعدك ان يوم ماتش الزمالك احاول ان انا ما اطلع اعمل ان انا عندي برد ولا حاجه. بس والله ده لو انا كاره ان الزمالك يكسب. لا باين عليكم والله العظيم، والله العظيم باين عليكم والله. انا كنت بقلب، ما كنتش بتفرج على البرنامج، انا كنت بتفرج على حاجه ثانيه، بس بقلب لقيت يعني يلا. بس ان شاء الله برضو الزمالك ياخد الدوري ان شاء الله يا كابتن. يا مسهل الحال يا رب. ان شاء الله. بشكرك يا حبيبي، بشكرك. علي من الجيزه، سلام عليكم.